في ايه؟ ما نعرفش يا باشا. فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في 3 شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا لا لا، ولا اعرفهم، انا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم قدام الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال. اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه، زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها. اسمع يا دي انت وهو، انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيك وادور المكم من اقسام البوليس. احنا خدامينك يا باشا، ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا امسكها بحكم اللغات اللي عندي وتامر يقطع المهندس زاهر. والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي عرفنا بيه ده، وتهامي وحسامي يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزوره. الباشا قال لي عاوزنا في ايه بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له. انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركه كمبيوتر على اعلى مستوى، علشان كده جابني. صح يا باشا؟ بس يا ضايع انت وهو. الباشا هيفتح شركه استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، انت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر ايه ونستورد ايه يا باشا؟ احنا هنستورد بس مش هنصدر حاجه. يبقى اكيد يا باشا ناوي تستورد اجهزه رياضيه، دي شغاله دلوقتي زي النار. لا احنا مش هنستورد بضاعه. امال هنستورد ايه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فهو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني، ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده شكله كده جاي غلط مع المكن. بقولي والنبي يا باشا، اعفيني انا من المهمه دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكم، انا اصل انا بتجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه، محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه نازل يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت ابراهيم؟ خدامك ابو تريك. وانت يا زاهر؟ ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا ناجي ما تزهق مني. انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خير شري. اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا، طول بعرض وعضلات، انما مخه بعافيه شويه، يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا ما فيش خطوره خالص. احنا هناخد تاكس، ننزل قدام البنك، نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه، نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته،
ده بركتها تروح. انت ياض ما حسستي زي ما اكون عامل جمعيه وعايز تقبضها الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا مرتاح! ده انا عبد الجليل يا حاره جايه! اللي هيقرب مني هزخرفه يا حرم خربان! مالك يلا اتكل على الله! يا خرابي يا لهوي يا لهوي، الراجل هيذبح الواد. اجري يا واد يا مجدي. اسمع كلام امك يا بدل ما نقرش اسمي على قف امك. يلا يا محدش يحمله اولياء يشيل البيت ويدخل على رعايته. يلا يا خاف على نفسك. شابوا الحاجات الجايه بنستحمل خسيس وننصر التكليف ونتقول ابو الغواني يمشي على رقبه الكل الوقت يا ابن العالي. واي حد هيقوم ناحيتي هكون مصابين. هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل، ايه ده؟ الباشا الكبير واصل. يا الباشا الكبير واصل. افرحي يا حاره وزغرتي يا مطوه. اقعدنا يا اهلا يا باشا. افرحي يا مطوه وزغرتي يا منطقه. ايه ده؟ الباشا ناجي هطلع عندنا. يا اهلا يا اهلا يا دي عشه. حاجه صفيح ساعه للباشا يا ولا. ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا مسطوره ولا ينقصنا الا وياك. واديك شفتني. يبقى انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا يا باشا. شكلك كده لسه عايز حاجات كتير. انا عايز اقعد معاك اتكلم في كلمتين يا عبد الجليل. تحت امرك يا كبير. بس بقول لك ايه، بدل ما نقعد نتكلم في الحته المخربقه دي، تعالى اقعد عندي في البيت لحد يسمعنا ولا يقاطعنا. مين دول يا كبير؟ حكومه؟ لا، دول مطافي. يا اهلا يا اهلا بضيوف الباشا. اتفضل يا كبير. يا دي النور يا دي النور. اتفضل يا باشا. خد يا ابن المشكرته يا هو يا حاره. يا اهلا يا باشا. لا سحري ولا خربقه الباشا جه المنطقه. لا سحري ولا خربقه الباشا جه المنطقه. يا اهلا يا كبير اتفضل. هو ده بيتكو يا عبد الجليل؟ اه يا باشا. البيت ده متين؟ ده حته حديده يا باشا. ده مات جذوره في الارض يجي من 300 سنه. وبعدين ده لا زلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه. بس انا شايفه مايل شويه. لا يا باشا لا مؤاخذه، ده هي دي الهنجسه بتاعته. يعني هو كده لا مؤاخذه قايم على عدله. على عادل امال ايه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا. اتفضلوا اتفضل يا باشا. اتفضل يا كبير. اتفضلوا يا رجاله. اتفضل يا كبير. اتفضل البيت نور يا كبير. يا دي النور يا دي النور. البيت نور والله. اتفضل يا اما الكبير جالنا يا اما. اتفضل يا كبير. يا دي النور يا دي النور. اتفضل يا باشا. يا دي النور يا دي النور. والله انت عايز زفه. يا دي النور يا باشا.